السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا متابعين قناة حسام فيد مودرن معاكم في فيديو جديد. هنعرض لكم ركنة مودرن عادية قبل وبعد التشطيب تم تنفيذها لصديق القناة الباشمهندس علاء غريب من محافظة القاهرة من المقطم. الباشمهندس علاء كنا منفذين له بنكت بصحارة تخزين بسم الله ما شاء الله من فترة، والحمد لله ده مش أول تعامل بيننا وبين الأستاذ علاء. بفضل الله البنكت بسم الله ما شاء الله ممتاز وجميل، عنده بقاله كذا سنة الحمد لله. ولما حب يعمل ركنة برضو تواصل معنا واتفقنا على سعر الركنة وقال لنا تفاصيلها، وتم تنفيذها بفضل الله زي ما طلب مننا. ما قال لنا على التفاصيل والمقاسات، قلنا له سعر الركنة هيكون كام، حول لنا عربون كجدية اتفاق 2000 جنيه، وباقي الحساب ان شاء الله هيكون مع التسليم. بعدنا له الفيديو صغير علشان يطمن على شغله وصور الركنة الحمد لله. طبعا الركنة خشب زن أحمر بالكامل زي ما احنا شايفين، والفيديو ده يا جماعة فيه الركنة قبل وبعد التشطيب. المخادع بتاع الركنة زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله هتتعمل كابوتونيه، والركنة هتبقى القواعد بتاعتها الشلت بتاعتها خياطة مربعات، والدور كذلك خياطة مربعات. الركنة عبارة عن قطعتين، والقطعة الثالثة الزاوية عمق الركنة بسم الله ما شاء الله 90 سنتي زي ما طلبها مننا الباشمهندس. ودي الركنة يا جماعة بسم الله ما شاء الله بعد التشطيب. المخدع كابوتونيه، والمخدع من فوق اخد حتة خشب حلاية بسم الله ما شاء الله مدهونة، حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا، ومتثبتة بزرار ستانلس، حاجة جميلة جدا جدا. الركنة معاها بف هدية، وبف الحاج علاء دافع لنا تمنه. اتفقنا طبعا على كل التفاصيل دي يا جماعة قبل ما الباشمهندس يبعت لنا أي عربون ولا حاجة. الركنة على ظهور مستطيلة وتكاوي بسم الله ما شاء الله من نفس لون الركنة وكشمير زي ما طلبها مننا الباشمهندس علاء. الركنة طبعا متطبق على خصم 10%، معاها الشحن هدية، مع الركنة بف هدية، مع الركنة بفضل الله مجموعة تكاوي هدية. كل التكاوي المتحركة يا جماعة بفايبر سوبر سوفت، حاجة ممتازة جدا. وكل التكاوي برضو والقطع المتحركة فيها سوستة واتنين جرار بسم الله ما شاء الله. والدهور اللي هي المستطيلة فيها 4 زراير، كل تكوى فيها بسم الله ما شاء الله 4 زراير، زرارين من الواجهة من الوش، وزرارين بسم الله ما شاء الله من الظهر، واخدة خياطة بالعرض وخياطة بسم الله ما شاء الله بالطول. والتقاء الخياطتين راكب فيها بقى الزرار بسم الله ما شاء الله. القماش المستخدم في الركنة جلد مقلوب الخامة التقيلة بسم الله ما شاء الله، حاجة ممتازة جدا جدا. دي طبعا الدهور زي ما احنا شايفين خياطة مربعات. الاسفنج المستخدم في الركنة كله يا جماعة كثافة 35 ما شاء الله، جميلة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. والركنة بسم الله ما شاء الله تم تنفيذها بنفس المواصفات المطلوبة اللي طلبها مننا الباشمهندس علاء. لها كعوبة طبعا على الأرض، زاوية بسم الله ما شاء الله مدهونة، والمخادع طبعا متثبتة في الركنة من الجنبين، حاجة ما شاء الله ممتازة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. البف الهدية يا جماعة والبف التاني مقاس البف 40 في 40 في ارتفاع حوالي 45 سنتي. بفضل الله سبحانه وتعالى يا جماعة، اللي أول مرة يشاهدنا متخصصين في مجال الأثاث المودرن الموفر للمساحة. ظهرت معاكم بفضل الله في أول الفيديو قائمة تشغيل فيها الموديلات اللي احنا بننفذها من الكنبة السرير، حوالي 17 موديل مختلفين عن بعض في أشكالهم ومساحاتهم. حتى في موديلات منهم تنفع للمساحات الصغيرة، ممكن تبقى معانا سرير كبير أو سرير زي سرير الأطفال. يا ريت تشاهدوهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. واللي أول مرة يشاهدنا إذا عجبوا الفيديو يضغط إعجاب، ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بننشره. اللي حابب يستفسر عن المنتجات والأسعار الرقم متثبت على الشريط أسفل الفيديو. رقم التليفون يا جماعة كمان موجود تحت في وصف الفيديو. وانتظرونا في فيديوهات كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.